من اكتر الحاجات اللي بتوقف معظم الناس في رحلة التشافي هي اللحظة اللي الشخص بيدرك فيها كمية الحاجات اللي محتاج يصلحها جواه. وهنا الشخص بقى بيبدأ يسأل نفسه، هو انا هصلح ده امتى؟ هو كل الحاجات دي مفروض انا اللي اصلحها؟ فيبدأ بقى الشخص يعمل ايه؟ يبدأ بدل ما يقوم يحل، ويبدأ عقله يسوحه كده شوية، ويبدأ يقوله هو احنا اللي المفروض نحل ده. ويبدأ بقى الشخص يقف ويبدأ يقول انا مش انا اللي لازم اصلح ده، هما اللي عملوا كده، او هما اللي المفروض يصلحوا اللي عملوه. للأسف احنا مش مسؤولين عن اللي حصل، بس احنا مسؤولين عن تعافينا. وانت لو فضلت واقف كتير مستني ان حد يجي يصلح اللي هو عمله، حقيقي هتفضل مستني كتير، محدش هيجي يصلح، وممكن كمان محدش يعتذر، وممكن اصلا ما يكونوش واخدين بالهم من اللي هم عملوه. كتر اللوم والانتظار مش هيغير اي حاجة خالص، بل بالعكس هيخليك واقف في مكانك. انا عارفة ان الموضوع يؤلم ويوجع، وكان نفسي اقولك ان في حل تاني، بس للأسف مفيش حل تاني غير انك تكمل وتصلح اللي حصل جواك. بس كده.